تعالوا خدكم معايا يوم في الجامعه، وده اول فلوج لراقي من مصر في الجامعه. ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. نزلت اتمشيت عشان اركب، واخيرا ركبت وانطلقنا الى رحله الذهاب. لسه في الطريق لسه في الطريق وكمان لسه في الطريق، واخيرا وصلنا للاي او يو، الجامعه العربيه المفتوحه. وعلى فكره انا من الناس القليلين اللي بيحبوا يروحوا الجامعه، مع ان جامعتنا ما تشجعش على كده نوعا ما، بس حقيقي انا بحب اروح الجامعه وبحب الجامعه دي بالتحديد. اوبا يلا بينا عشان اتاخرت ورايا محاضره انا نسيت. الحمد لله الدكتور ما كانش لسه بدأ. المهم بدأنا المحاضرة، ودي محاضرة في مادة بايثون. المهم الدكتور بدأ يشرح وابتدينا نطبق البرامج اللي قال لنا عليها، واخيرا الكود ران بعد اكتر من 37 مرة ايرور. لحظة الران دي لحظة انتصار. المحاضرة خلصت ونزلت الجامعة، وقلت زي اي بني ادم طبيعي انزل اتمشى في الجامعة شوية، وطبعا بما اني بني ادم مش طبيعي قمت واخد بعضي ومروح على طول، وركبت السريع ويلا بينا الى رحلة العودة. لسه في الطريق لسه في الطريق وكمان لسه في الطريق. طبعا انا وهمتكم ان الطريق من بيتي للجامعه حوالي ساعتين، بس هو في الحقيقه تقريبا تلت ساعه بس. واخيرا وصلت لاكتر فقره بكرهها في اليوم. الشارع ده خارج من جهنم، اقرب للشمس من عطارد، والشمس النهارده الصراحه ما بتوصاش، عينينا بتروح خلاص. بص وشي عامل ازاي جحيم. واخيرا جينا للحظه اللي باخد فيها نفسي. يلا يا جدع افتح. هنا ساسكت قليلا، لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه والله. واخيرا ما ننساش ان كان معاك راقي من مصر، واشوفكم في فلوج جديد. والسلام.